السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي. احنا معاكم في تقييمات علم النفس وعلم الاجتماع. خلي بالك احنا نزلنا التقييم بتاع الاسبوع الاول اللي هو الاداءات الصفيه والواجب المنزلي، مكملين معاك للاسبوع الثاني ان شاء الله باذن الله اداءات صفيه واجب منزلي وتقييم اسبوعي. كمل باقي الترم معاك ان شاء الله. هنعمل لك مراجعات قويه، هننزل لك شرح قوي، ولو انت عايز كمان بالاضافه لدوت كله متابعه وشرح تاني قوي جدا بالتفاصيل وبحاجات كتير ومفاجآت كتير، ما تنساش تشترك معانا على منصه مناهج اللي عامله لك خصم ما بعد الخصم الترم كله تقريبا يعني ب 300 جنيه او 350 جنيه حاجه زي كده. فما تنساش تشترك معانا. كمان ما تنساش ان انت تعمل لايك على الفيديوهات بتاعتنا وتبعتها لاصحابك عشان الفايده تبقى موجوده للكل. تعالى كده لما نحل مع بعض التقييم بتاع الاسبوع الثاني. بيقول لحضرتك: يعرفها علماء النفس بأنها عملية معرفية يتم بموجبها توجيه الشعور والتركيز على شيء معين دون غيره مع إمكانية الانتقال من شيء إلى آخر. يبقى أنا بركز على حاجة، مش بركز على أي حاجة موجودة حواليا. يعني أنا بحط انتباهي في موضوع معين أو شيء معين، يبقى أكيد دي العملية التانية من العمليات المعرفية وهي الانتباه. 2. تحرص الشركات المنتجة لألعاب الأطفال على تصميمها بألوان براقة. تحس كده ان هو يعمل لك اللعبة ايه، لونها أحمر أصفر، ألوان كده ان هي تجذبك، وخامات ناعمة لتحقيق أعلى نسبة مبيعات. يعكس ما سبق إحدى العوامل الخارجية المؤثرة في تركيز الانتباه، وهي هو بيعملها بألوان براقة جذابة، حاجة تجذبك، حاجة تشدك. هو هنا ما اتكلمش في تكرار المثير ولا الحركة ولا الحجم، هو هنا الإجابة الصح شدة المثير. سؤال 3. يؤكد علماء الاجتماع على انها احدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية المحورية التي تساهم في تشكيل شخصية الطفل وتنمية مهاراته الاجتماعية والعاطفية من خلال مجموعة من الأنشطة الصفية واللا صفية التي تقدمها له. المؤسسة الاجتماعية الوحيدة اللي بتعمل أنشطة صفية ولا صفية، يعني ايه أنشطة صفية؟ داخل الفصل، لا صفية اللي هي خارج الفصل، هي المدرسة. يبقى هتيجي هنا الإجابة الصح هي المدرسة. ألف أو 1 في السؤال المقالي: قيام بعض الآباء بالسخرية من طريقة نطق أطفالهم أو طريقة مشيهم أو تناولهم الطعام مما يسبب آثار نفسية كبيرة في نفوس الطفل. طيب دوت إيه؟ بيجسد المثال السابق أحد أساليب المعاملة الوالدية، اكشف عنه. هتقول له ايه الاسلوب مطبقا عليه بمثال من عندك. يلا خد السكرين شوت بتاعك او خليك معايا. بيقول هنا الإجابة: الأسلوب ده أكيد مش أسلوب إيجابي خالص، ده أسلوب الرفض السلبي. يبقى أنت هتكتب له أسلوب الرفض السلبي. هو عايز إيه؟ عايز مثال: قيام أحد الآباء بتوجيه السباب والشتائم إلى أبنائهم دون أي سبب يذكر. أسلوب الرفض أو أسلوب الرفض اللي هو السلبي معناه الإهانة، معناه السخرية، معناه التقليل من شأن الأبناء. فأنت هتكتب له الأسلوب، كمان هتكتب له المثال اللي عليه. طيب في مثال تاني: قيام أحد الآباء من التريقة أو من السخرية على طريقة كلام ابنه والتقليل من شأنه أمام الآخرين. يبقى في مثال أو 2 اكتب اللي انت عايزه منهم. السؤال التاني في المقال بيكون علم نفس. أثناء زيارة أحد الفنانين التشكيليين لخان الخليلي لفت انتباهه العديد من المعروضات وظل واقفا أمامها لفترة من الوقت. طب عايز ايه؟ استنتج مما سبق احد انواع الانتباه. هتكتب ايه نوع الانتباه؟ طبعا الانتباه اللي احنا شغالين هنا عليه هو الانتباه الانتقائي. من ضمن كل الحاجات اللي موجودة هو انتقى ده بالذات وركز عليه ولفت انتباهه. يبقى انت هتكتب الانتباه الانتقائي. عايز ايه؟ عايز تستنتجه، ممكن تشرحه له او ممكن تكتب مثال عليه: الانتباه الى مباراة كرة القدم وللفريق المفضل لديه. يبقى دوت كده حلينا الحاجة الأولى المطلوبة منك، الأداء الصفي. تعالى كده لما نشوف الواجب المنزلي. تعالى كده معانا. الواجب المنزلي بيقول لحضرتك او الواجب الاسبوعي: بيعرفها العالم النفسي بانها القدرة على التعامل مع كميات محدودة من المعلومات المنتقاة
من كم هائل من المعلومات التي تزودنا بها الحواس. يشير ما سبق إلى إحدى العمليات المعرفية، وهي عندك معلومات كتير قوي، بس من ضمن المعلومات دي أنت بتنتقي معلومات معينة، يبقى دي العملية الانتباه. عندما تجد نفسك أمام مسألة رياضية صعبة، هذا يجعلك تقوم ببذل جهد أكبر لمحاولة حلها والتركيز عليها. يجسد ما سبق أحد أنواع الانتباه وهو الانتباه، يلا اكتب عندك، وهو الانتباه الإرادي. يبقى الإجابة الصح الانتباه الإرادي. سؤال 3، تعالى كده لما نشوف. يرى أحد التربويين أن العناية المفرطة بالأبناء وتلبية جميع رغباتهم بشكل غير موضوعي، أي حاجة بيطلبوها بتكون مجابة، تعد جريمة إنسانية في حق الأبناء، فهي تنشئ أجيال هشة منعدم الإرادة، غالبا ما يصفهم أفراد المجتمع بالإمعة. طب نستخلص مما سبق أحد أساليب التنشئة الاجتماعية، وهو أسلوب اللي هو يدلعه بزيادة قوي، بس دلع اللي احنا بنقول عليه إيه؟ دلع بزيادة قوي، يعني الحماية الزائدة. السؤال المقالي: يعمل مصممي الدعاية على وضع الإعلانات على جوانب الطرق السريعة، وعلى جانب الطريق السريع كده عشان يلفت نظرك، أو في الأماكن العامة زي المطارات محطات القطار، في حين يتجنبون وضعها في الأماكن النائية أو الغير مرئية. تلاقيه حاطط الإعلان على الدائري، تلاقيه حاطه على نزلة كوبري معينة عشان يلفت النظر. يعبر ما سبق عن أحد العوامل الخارجية لتركيز الانتباه، يلا اكتب بينه. تعالى كده هتكتب اهوت موضع المثير، يبقى ده موضع المثير العامل. فالمثير الظاهر القريب بيجذب الانتباه من الداخلي البعيد. مثال انت بقى تزود من عندك: الصفحة الأولى والأخيرة أكثر جذبا للانتباه من الصفحات الداخلية. يبقى أنت كده جاوبت له إجابة نموذجية. السؤال اللي بعد كده المقالي بيقول لحضرتك: تعد من أهم المؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تجمع أفراد المجتمع من مختلف الخلفيات والأعمار وتنمي لديهم الشعور بالوحدة والانتماء. أكيد المؤسسة اللي بتجمع ناس كتير عشان تنمي عندهم وطلبة كتير عشان تنمي عندهم الوحدة والانتماء هي المدرسة. استنتج ما سبق إحدى المؤسسات التنشئة الاجتماعية. يلا اكتب عندك: المدرسة هي التي تقوم بنقل الثقافة والتربية ومعايير المجتمع، وتعمل على إعداد طفل متجانس مع المجتمع بيندمج مع المجتمع. كده احنا حلينا الواجب وحلينا الأداء الصفي ومكملين في حل التقييمات الأسبوعية. طب تعالى بقى اما نشوف ايه هو التقييم للمجموعة الأولى. بيقول لحضرتك: يصفها العلماء بأنها عملية التقاط أو تجميع للمعطيات الحسية التي ترد إلى الجهاز العصبي المركزي عن طريق أعضاء الحس المختلفة. يشير ما سبق إلى إحدى العمليات المعرفية، وهي العملية، يلا خد السكرين شوت، وهي عملية الإحساس. يبقى الإجابة الأولى الإحساس. السؤال الثاني بيقول لحضرتك: قيام إحدى الأمهات بمتابعة برنامجها التلفزيوني المفضل حول فن الطبخ وتنتظر كل نهاية أسبوع في ساعة محددة. يجسد ما سبق أحد أنواع الانتباه وهو المفاجئ اللا إرادي الانتقائي الإرادي. واحد بس منهم إيه هو اللي صح، وهو الانتباه الإرادي. أثبتت الدراسات أن العقاب والقسوة قد يكون لهم أثر يعوق انجذاب الأبناء نحو أبائهم، مما يؤدي إلى شعورهم بكره السلطة الوالدية وتجنبها بسبب ما يتوقعونه منهم من إهانة وألم. يلخص ما سبق أحد الأساليب المعاملية الوالدية وهو أسلوب، خلي بالك من حتة مهمة قوي، الحزم إيجابي مش سلبي. يعني اوعى تقول عشان هو بيضربه أو هو بيعنفه فدوت حزم، لا، الحزم أسلوب إيجابي وليس أسلوب سلبي. يبقى احنا هنا الإجابة الصح معانا هي أسلوب الرفض. توصلت الدراسات العلمية إلى أن صوت الزرافة الذي يسمى بالمهمهة والخرخرة لا يمكن سماعه إلا من خلال أجهزة تسجيل خاصة، يعني صوتها واطي قوي. استكشف مما سبق أن صوت الزرافة لم يصل إلى مستوى إحدى العتبات الحسية. طبعا دوت مستوى العتبة المطلقة، هي ما وصلتلوش أصلا. يبقى عايز مثال اكتب كده عندك أو خد سكرين شوت للكلام: العتبة المطلقة
وهي الحد الأدنى من شدة المثير اللازمة حتى يمكن الإحساس به واستقباله. نحن لا نسمع تكتكة ساعة اليد لأن صوتها منخفض جدا ما وصلش لسه للعتبة المطلقة. يبقى أنت هتكتب الإجابة وتكتب المثال عليها. تعالى كده لما نشوف السؤال التاني. يصفها العلماء بأنها مؤسسة أسسها وأنشأها المجتمع بهدف تربية وتثقيف، بدل في ثقافة ونقل معلومات ومعرفة، يبقى دي المدرسة على طول. من يشترك فيها وإمدادهم بالمعلومات المختلفة عن الأدب، الفن، التاريخ، الجغرافيا وغيرها من العلوم، استنتج مما سبق المؤسسة. هتكتب كده على طول مؤسسة التنشئة الاجتماعية وهي المدرسة، وهي التي تقوم بتنمية مهارات الطلاب وتوجيه ميولهم من خلال المناهج الدراسية والأنشطة وعلاقات زملائهم بزملائهم ومعلميهم. ده كده المجموعة الأولى. تعالى كده لما نشوف المجموعة الثانية اللي هي ب. تعالى كده لما نشوف مجموعة ب ايه الأسئلة اللي جاية لها. يؤكد علماء النفس على انها عبارة عن عملية يتم من خلالها نقل المؤثرات المختلفة من البيئة الخارجية الى المخ عن طريق المستقبلات الحسية. دي عملية اللي انت بتستقبل بيها المعلومات اللي هي عملية الاحساس. أثناء قيامك بأداء واجباتك المنزلية سمعت الصوت صراخ شديد لطفل ما، مما جعلك تبحث عن مصدر الصوت لمساعدته. يجسد ما سبق أحد أنواع الانتباه وهو الانتباه. أنت ما كانش بمزاجك سمعته، ده هو أقحم نفسه، هو اللي دخل نفسه، يبقى دوت انتباه لا إرادي. يؤكد العلماء على أن اعتماد الآباء على أسلوب الرعاية والاهتمام واستخدام التفسيرات عند التهذيب والمدح عند القيام بالسلوكيات الصحيحة يجعل الطفل متقبل لنفسه أو لذاته راضيا عنها. طبعا دوت أسلوب إيجابي. أني واحد من الإيجابي اللي موجودين؟ أكيد الإيجابي هو القبول. التشدد والتسلط ده سلبي، الحماية الزائدة سلبي، الرفض سلبي. يبقى أنا حتى بالاستبعاد بقدر أحل السؤال. أكدت إحدى الدراسات على أن الضوء يصدر طاقة إشعاعية تصطدم بالخلايا الحسية في شبكية العين. هذه الخلايا تعمل على تغيير بنية تلك الطاقة قبل إرسالها للمخ. طب هو عايز إيه؟ بيقول لك أني مرحلة من المراحل بتاعة الإحساس اكشف عنها، مطبق عليها بمثال. المرحلة اللي أنا باخد الطاقة بتاعة المثير قبل واحولها قبل ما يتم ارسالها للمخ، دي مرحله تحويل الطاقه. باخد طاقه المثير سواء طاقه فيزيائيه، اشعاعيه، كيميائيه، عشان احولها للطاقه اللي هيفهمها المخ اللي هي الطاقه الكهروكيميائيه. يبقى انا هكتب ايه في الاجابه؟ هكتب تحويل الطاقة. مثال، هو عايز مثال تحويل طاقة الضوء الفيزيائية إلى طاقة كهروكيميائية قبل إرسالها للمخ. أنا كلت مثلا الطاقة بتاعت الطعام طاقة كيميائية. أول ما أنا هاكل وبعد ما تحصل عملية الانتباه والاستثارة وعملية الاستقبال، هنا البراعم، هنا الخلايا الحسية اللي موجودة هتبدأ تحول الطاقة بتاعت المثير دي للطاقة اللي هيفهمها المخ اللي هي الطاقة الكهروكيميائية. يبقى دي مرحلة بنسميها مرحلة تحويل الطاقة. السؤال اللي بعد كده. يصفها علماء الاجتماع بأنها الخلية الأساسية في المجتمع. أهم جماعاته الأولية. الجماعة الأولية هي الأسرة على طول، التي تمثل رابطة اجتماعية تجمع ما بين شخصين أو أكثر بروابط القرابة. يبقى دي الأسرة. طب أكتب الأسرة بس وأسكت يا دكتور؟ لا، اكتب الأسرة واشرح وقول هي بناء اجتماعي أو جماعة اجتماعية صغيرة تتكون من أب وأم وأبناء بيتبادلوا الحب، بيتقاسمون المسؤولية، يتم تعلم فيها المهارات والمعارف الأولية. التقييم الأسبوعي للمجموعة الثالثة أو جيم بيقول هنا يعرفها تيتشنر بأنها عملية اختيارية، يبقى أنا اللي بختار، تعتمد على توجيه الوعي أو الشعور بمثير أو حدث معين دون غيره من المثيرات أو الأحداث الأخرى. وأنا بكلم حضرتك دلوقتي في صوت تكييف شغال، في حد بيتكلم بره، في صوت موبايل، كل الأصوات دي أنا بنتبه لصوت الموبايل أو أنا بنتبه لصوت طفل. يبقى أنا اللي بوجه عشان أختار الصوت معين. يبقى دي عملية اسمها عملية الانتباه. أثناء إعداد إحدى السيدات للطعام تعرضت لحرق في يدها مما تسبب لها بضرر شديد وترك علامة على يدها. يعني معنى كده إن المثير كان قوي سبب لها الأذى والضرر، يبقى هو بلغ العتبة الإيه؟ العتبة القصوى. تشير دراسة إلى أن الأطفال الذين ينتمون لأسر تشجعهم على التفاعل، التعبير عن ذواتهم بطريقة ديمقراطية والمشاركة بمناقشة الأمور التي تتعلق بحياتهم بيكونون أكثر نجاحا في علاقاتهم الاجتماعية. لو أنت بصيت لها كده هتلاقي إن هو هنا دي مرونة وسماحة، مرنة ديمقراطية، يعني بيسمعوا لهم.
السؤال اللي بعد كده، يؤكد العلماء على انه كلما كانت المثيرات ذات صوت عالي او رائحه نفاذه او ضوء ساطع كانت اكثر جذب للانتباه. صوت عالي قوي او ريحه قويه قوي ده هتلفت انتباهك. طب دي احد العوامل الخارجيه، هات مثال. طبعا وانا مغمضه شده المثير، هتكتب اهوت ده عامل شده المثير. عايز ايه؟ عايز مثال. يلا اكتب عندك. الضوء الزاهي اللي هو القوي يجذب الانتباه اكثر من الضوء الضعيف. طب اخر سؤال معانا بيقول لحضرتك، العملية المستمرة التي تشكل الفرد منذ مولده تعد للحياة الاجتماعية المقبلة التي يتفاعل فيها مع الآخرين. وأنا مغمضة، العملية اللي بيتم فيها إعداد الفرد هي عملية التنشئة الاجتماعية. يبقى أنا هكتب عملية التنشئة الاجتماعية واكتب سطر عنها، هي الوسط التي يتعلم فيه الفرد أطر يعني أنواع السلوك وطريقة التفاعل مع أعضاء الأسرة والآخرين وكيفية إقامة علاقات اجتماعية. الفرد بيتعلم فيها ازاي يندمج في المجتمع وازاي يبقى عنده سلوكيات صحيحة. خلصنا التقييم بتاع الأسبوع الأول. هنكمل إن شاء الله معاك الأسبوع الأول والتاني. الحقيقة هنكمل معاك باقي التقييمات. استنانا، ما تنساش تشير الفيديو لأصحابك ولزملائك في المدرسة علشان يستفيد منه أكبر عدد من الطلاب. سلام عليكم.